السلام عليكم. اهلا بكم في فيديو جديد. لو اول مرة بتشوفني ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعار بكل جديد. بنقدم تغطية خاصة وحصرية باخبار قطبي الكرة المصرية، النادي الاهلي ونادي الزمالك، بالاضافة لاخبار نجمنا المصري محمد صلاح، بالاضافة لمواعيد المباريات. فما تنساش لو اول مرة بتشوفني تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعار بكل جديد. في الحلقة ديت هنقدم لكم موعد مباراة الزمالك القادمة. ان شاء الله هيواجه فريق الزمالك فريق حسنية أغادير المغربي في ذهاب دور الثمانية من بطولة كأس الكونفدرالية، كأس الاتحاد الأفريقي تحت المسمى الجديد. ان شاء الله المباراة هتكون يوم الأحد الموافق 7 ابريل 2019، 7/4/2019. المباراة هتكون الساعة 9 بتوقيت القاهرة، الساعة 10 بتوقيت السعودية، الساعة 11 بتوقيت الإمارات. تاني مباراة هتكون الساعة 9 بتوقيت القاهرة، الساعة 10 بتوقيت السعودية، الساعة 11 بتوقيت الإمارات. أما عن القنوات الناقلة للمباراة فسوف تبث المباراة عبر قنوات بين سبورت الحاصلة على بث حقوق البطولة. أما عن تشكيل الزمالك المتوقع للقاء، في حراسة المرمى محمود جنش، خط الدفاع من اليمين للشمال حمدي النقاز، محمود علاء ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة. في خط الوسط اللاعب طارق حامد ومحمود عبد العزيز بعد حصول فرداني ساسي على انذار وايقافه في مباراة ذهاب دور الثمانية امام حسنية اغادير المغربي. اما بالنسبة للرباعي الهجومي يوسف ابراهيم اوبامي، جناح ايسر محمود كهربا، وجناح ايمن احمد سيد زيزو، ومهاجم خالد بطوي. وتوقع الدفع باللاعب عمر السعيد بعد المستوى الرائع الذي يقدمه مع الزمالك في المباريات السابقة. نتمنى التوفيق لنادي الزمالك، نتمنى صعود نادي الزمالك على حساب فريق حسنية أغادير في المباراة في مجموع اللقاءين. نتمنى التوفيق مرة أخرى للنادي الزمالك خلال المباراة. ودي كانت حلقتنا عن موعد مباراة الزمالك القادمة. ما تنساش تتوقع نتيجة اللقاء، وصاحب التوقع الصحيح هننشر اسمه في الفيديو بعد المباراة مباشرة. دي كانت حلقتنا، وانتظرونا في فيديو جديد.